أصحاب الأيكة. يعني إيه الأيكة؟ ومين هم أصحاب الأيكة؟ وليه تسموا بالاسم ده؟ قصة جديدة هنحكيها، وده الجزء الثاني من تكملة السؤال. الأيكة هي شجرة كبيرة مليانة بالأوراق والأغصان الملتفة حوالين بعضها، أو مجموعة أشجار بتسمى الغيضة في اللغة، زي كده البستان اللي فيه أشجار كتير ملتفة أوراقها حوالين بعضها. وأصحاب الأيكة هم سكان قرية جنب مدينة مدين اللي هم قوم سيدنا شعيب عليه السلام، وكانوا بيعبدوا شجرة الأيكة دي، وكانوا بيشتغلوا في رعاية الأغنام والتجارة. وربنا سبحانه وتعالى أرسل ليهم سيدنا شعيب عليه السلام علشان يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وحده. ويجي السؤال هنا، هل أصحاب الأيكة هم أهل مدين عشان ربنا سبحانه وتعالى بعت للاثنين سيدنا شعيب عليه السلام؟ هقول لكم. اختلف العلماء شوية في النقطة دي. في من العلماء اللي قالوا إن الأيكة هي قرية جنب مدينة مدين زي ما قلنا في الأول، وإن ربنا سبحانه وتعالى لما بيبعت رسول أو نبي لمدينة بتشمل دعوته كل القرى اللي جنبها. وابن كثير وبعض العلماء فسروا إن أصحاب الأيكة هم أهل مدين، وده